السلامة ومرحبا بكم على قناة كويزين روتين رجاء. اليوم رجعنا بوصفة بنينة ومش نعطيها لكم من القلب للقلب. اليوم مش نعملوا كعيبات عصبان على الطريقة الساحلية، ولهنايا على طريقة الوالدة ربي يطول في عمرها. وباش ما نظلموش بعضنا، اكيد كل بلاد ورطالها وكل واحد وكيفاش يحضر العصبان متاعه. اني مش نقدم لكم الطريقه اللي مش تشوفوها معايا اليوم، حاجه سهله على الاخر وماهيش معقده كيف ما تتخيلوها. دونك كيف ما قاعدين تشوفوا عسبنات خارقين للعاده ومنظرها كيف ما قاعدين تشوفوا بعد ما طابت يشهي. ندخلوا مع بعضنا اول حاجه في المكونات. مكونات العصبان ولا الدوار متاع اليوم ساهلين ومتوفرين. لهنا خذيت سلق 4 حزمات سلق، 4 قطات سلق، وكيف كيف 4 قطات معدنوس. وكيف ما قاعدين تشوفوا خذيت مقدار 800 غرام من البصل، وكان عندكم البصل الربعي يكون أحلى وأحلى. وبالنسبة للفحات لهنا حضرت الزيت مقدار 3 كؤوس متاع زيت، كؤوس يكونوا ترابلسي متاع القهوة. ولهنا حضرت بطبيعة الهريس العربي، الفلفل الشايح، الملح، فلفل أكحل، وبارشا نعناع. لهنا عندي ما بين الفليق وما بين الروز، وعندي كعيبات حمص، ما نحطوش برشا حمص باش ما يجيش فيها البرشا. اول حاجه عملتها خذيت البصل حطيته في الماء باش هكاك يسهل لي التقشير وما يخليش عويناتي تدمع. بطبيعه باش ننظفوا البسلات. لهنا البصل هذايا لازمنا ننظفوه من داخل على خاطر التراب ينجم يدخل ما بين ما بين العروش هذوك ما نقولوا احنا، نغسلوهم ونرفرفوهم مليح مليح. يجي توا دور المعدنوس. لهنايا حليت الحزمة الأولى والثانية، حطيتهم أغمرتهم في صحفة وحطيت عليهم الماء بكمية كبيرة، ونبدأ كيف ما قاعدين تشوفوا نهز ونهبط في الماء ونبدل الماء في كل مرة باش يتنحى منه الحسحاس ولا التراب اللي لاصق فيها. توا مش نعملوا مشامم أو يعني بوكيه دي بوكيه متاع المعدنوس باش من بعد تالي تسهل لي عملية القصان. نتعداو زادا للسلق كيف ما قاعدين تشوفوا نفس الطريقه متاع المعدنوس عملتها للسلق. نظفت مليح مليح باش يتنحى منه التراب، وقد بداش من ماء بدلته، كل مره نبدل ونرفرفها مليح مليح باش يتنحى منها التربه اللي فيها. وكيف كيف نعملها زادا في شكل بوكيات. لهنايا كيف ما قاعدين تشوفوا الباقات متاع المعدنوس حضرتهم بحذايا، وتو مش يجي وقت تقطيع الخضرة. كيف ما قاعدين تشوفوا لهنايا مش نقطع المعدنوس ويكون يعني ما يكونش جويد برشا وما يكونش خشين برشا خاطر بعد تالي مش يذوب. نفس العملية مش نتعداو زادها للسلق، مش نقطعوه يعني ما هوش خشين وما هوش جويد. كيف ما نعرفوا قد ما نحطوا سلق قد ما يثمرش. لهنا فصلت السلق على المعدنوس، وجيت فوق السلق وحطيت كمية البصل المقصوصة، وحطيت الحمص على المعدنوس. السلق والبصل هما اللي مش نعمل لهم الحركة هذه، انه لازمني نخدمهم بيديا، معناتها نضغط عليهم بيديا ونقولوا احنا بين قوسين نغفصوهم باش البصل باش السلق ما يقعدش اكل فوليوم، معناتها الحجم متاعه الكثيف ينقص وهكاكا يتقلص الحجم متاعه. توا مش نضيف كمية اللحم. لهنايا عندي اللحم زادا قصيته، ملي عندي اللحم كل مرة نحي طرف اللحم كبدة قلب نقولوا احنا كلوة، الكل حسيلو قطعتهم وحطيتهم. وكيف ما قاعدين تشوفوا راهو تقول الكمية الحشائش برشا، اما هي من بعد تالي ماهيش مش تظهر حتى طرف على خاطر مش الطيب وما عادش مش يظهروا الكمية متاع الحشيش اللي وفرناهم اللي هما السلق بطبيعة والمعدنوس. بطبيعة لازم الحركة هذه، لازم نقلبك المكونات مليح مليح باش نتأكد انه اللحم يعني تفرز بالباهي ودخل في فك الحشائش. شفتوا الطريقة هذه نعتمدوها باش يدخل اللحم. توا باش نحط الفحات اللي سميتهم لكم بكريكة، الهريس العربي، الفلفل الأحمر، الفلفل الأكحل، والملح، وكيف كيف كمية النعناع. نأكد على كمية النعناع باش يكون منعنعة وريحتها فاوحة.
حطيت كمية الزيت أول حاجة فوق أكل الخليط كيف ما قاعدين تشوفوا، فك الفحات باش يتحلي أكل الهريس العربي والفلفل الشايح يتحلوا مليح. ونبدأ نعمل كل خليط لين يطلع لي سائل. تو كيف ما قاعدين تشوفوا هذه وهذا الثالث. دونك لهنايا حطيت كيف ما قاعدين تشوفوا عملت كفي بزوز اليدين، ولهنايا حصلنا على زوز نقولوا احنا صحفة متاع شوربة روز وفليق بيناتهم الزوز. وكيف كيف تو باش نقلب المكونات مليح مليح. وعينك ميزانك كان طلعت لك بطبيعه ماهيش حمراء تزيدها شويه فلفل احمر، اما ما نكثروش مع اني الهريس العربي لهنايا حاره والفلفل زاد حار، ما نحبوهاش تطلع ياسر مرغده بالحروريه. كملنا كل شيء. توا فرشت في القاعة، وتوا كيف ما قاعدين تشوفوا كيف كيف راني ولت الكرشة والمصار نظاف الكل حاسيلو امريكل. ان شاء الله نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط بتاع طريقة تحضير او طريقة غسلان الدوارة بكل تفاصيلها، وكيف كيف طريقة توليد الكرشة وحتى تنظيفها. ان شاء الله كل ما هو موجود لهنايا تشوفوا فيه ان شاء الله نحطه لكم في صندوق الوصف، وتدخلوا وتزوروا بطبيعه القناه، راهو فيها برشا حاجات ممكن ياسر تفيدكم خاصه للمبتدئين والمبتدئات. لهنايا كيف ما قاعدين تشوفوا مني ما سرعتش في الصوره. الكرشه كيف ولتها قصيتهم لازمهم يكونوا في كي نحلهم لازمهم يكونوا في شكل قبعه، في شكل بوش كي جيب معناتها. إني وقت اللي نجي نحط الخليط ما نتعطلش وما تاخدليش برشا وقت، جيست نعبي أكل قبعة وإلا البوش بالخليط اللي حضرناه، ومن بعد تالي نضيف إنه نحط فوق منه الردي وإلا الشحمة اللي قاعدين تشوفوا فيها من الفوق. لهنا استعملت بطبيعة مقص يكون خاص بالمطبخ، ولهنا مش نعملها وحدي. دونك كيف ما قاعدين تشوفوا نغطيها نغطي العصابن متاعي، وفي مرح أوصل كيفاش يعني قاعدة نسوي فيها مليح باش تتغطى وما يخرج منها الحشوة. تو ناخذ المسرنات اللي نظفناهم وطريقة التنظيف متاعها سهلة ونظيفة وتاكلها من وداتك وماكش عايفتها وماكش تقول ما نحبهاش ما نطيقهاش ما ناكلهاش من اليد اللي يجي. هاوكا طريقة سهلة وماهلة وإن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. ونقولكم بطبيعة ما تنسونيش في دعم للقناة، كيسسوا تحطوا لي كومنتير، كيسسوا تخليوا لي الجيم. وبالطبيعة نقولكم فضلا وليس أمرا إذا كان عجبكم محتوى القناة ما تنساوش تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بس يوصلكم كل جديد. لهنايا مش ناخو الخيط متاع الكبة ولا خيط خاص بالعصبان، ونبدأ يعني نبدأ ندير الخيط وندور العصبانة في نفس الوقت. شوفوا ندور العصبانة في نفس الوقت لنتحصل على الشكل الدائري متاعها. وفي وسط الخيوط اللي عملناهم نجيو نعملوا كل عقدة كل ربطة باش هكاك الخيط متاعنا ما يتحلش والعصبانة كي نطيبوها ما تتفلتش. هذو مع سبناتنا عن قرب حاجة بنينة على الاخر، وخاصة من يدياتك انتي اللي نظفتها وانتي اللي عصبنتها بطبيعة تود بها رواحتك عائلتك، وبالحق حاجة خارقة للعادة. وهوكا هو ديجا جاي سيدي رمضان، ان شاء الله ربي يدخل علينا بالصحة وبالفرحة، وان شاء الله رمضانكم ورمضاننا مبروك الناس الكل وللأمة الإسلامية الكل. هوكا مادامو اللحم غالي دونك نشري عصيبنا نتفرشكو فيها، في عوض مش نطيب كيلو اللحم في نهار بركة نوليه ونطيبو العصبان على 4 مرات 5 مرات 6 مرات. دونك هذه من بين تحضيرات سيدي رمضان ان شاء الله. ولهنايا عن قرب من غير ما سرعت في الصورة حبيت نوريكم كيفاش نعمل العصبانة. لهنا كيف ما قاعدين تشوفوا هي في شكل بوش، فقط حطيت فيها الفايدة انت وقت اللي تجي تولد الكرشة تخليها في شكل بوش كيف يجيب معناتها باش الخليط كي تحطه ما يخرج منها. لهنايا في اخر الخليط متاع العصبان ما عادش عندي الرداء والا الشحمه. دونك لهنايا اش عملت خذيت البابي كويسون قصيتها كيني مش نعمل هكا اكل الرداء هذاك، ونبدا نزيتو بك الزيت اللي في وسط الصحفه معناتها باش تولي لي الورقه لينه وكها. وكيف كيف نجي نلفها بالخيط الكبه ولا بالخيط العصبان اللي عندك، اني المتوفر عندي هو هذايا. ونبدا اوزر كيفاش ندور ونحط الخيط ندور ونحط الخيط لين يتشكل عنا الشكل الدائري المزيان متاع العصبانة.
البداية ممكن ياسر صعيبة، أما من بعد تالي في الكعبة الخامسة السادسة تستانس بها وتولي أسهل منها ما ثماش. لهنا يتحصلنا ما شاء الله على 27 كعبة عصبان، حاجة خارقة للعادة، حاجة بنينة وخاصة حاجة مشتهية. بسم الله ما شاء الله. وبطبيعة أني مش نطيب منها، خذيت منها 5 عصبانات وفي كل ساك متاع كونجيلاسيون حطيت 5. دونك ما شاء الله تنجم تطيب لي معناتها ما بين 5 6 أيام، 5 أيام نقولوا احنا. ولهنايا كيف ما قلت طيبتها رديت مرقة حاجة سريعة على الآخر، خاطر بطبيعة خذت لي وقت الدوارة. وشوفوا الشكل متاعها من داخل البنة بالحق، يعني ما هيش حمرة برشا، اما راهي كي نقول لكم في الحرورية راهي حارة. ما نحبش الشكل متاعها يكون مرغد. وشوفوا السلق والمعدنوس مثمرش، وكعبات الحمص تلقاها كعبتين 3 زادة اتبننها، ما نكثروش من الحمص خاصة. إن شاء الله طريقتي في طريقة تحضير العصبان تكون عجبتك وأفدتك ولو بالقليل. توا مش نوريكم. لهنا قلت طيبت مرقة العصبان، شوفوا ما بنوا المنظر مزيان يشاهي وكل شيء طيب في حقه. توا ما تبقى كي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه وبسلامة.